السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعضينا صينية البطاطا بالكريمة والمكسرات. عايزة اقول لكم صينية البطاطا ديت بجد حاجة حلوة جدا، الأطفال هيحبوها قوي، وكمان مغذية جدا وكلها معادن وفيتامينز، وكمان بتدفي جدا واحنا في موسم البطاطا. يلا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه بقطع البطاطا زي ما انتم شايفين حلقات تكون سميكه، بحط عليها كوبايه من الميه وربع كوبايه من السكر واسيبهم يغلوا مع بعض. بعد ما تستوي لو فيها ميه ممكن تصفيها، ولو ما فيهاش بتبتدي تهرسيها بهراسه البطاطس. وبحط 4 معالق من السكر، وطبعا السكر دوت حسب الرغبه. يعني انا كده الوصفه كلها استخدمت حوالي كوبايه من السكر، ربع كوبايه في السلق وبقيه الكوبايه كلها حطيتها دلوقتي. وببتدي احط بقى ايه، زبيب سوداني، جوز الهند، اي نوع من المكسرات عندك حابه تحطيه. وببتدي احط بعد كده حوالي كوبايه الا ربع من اللبن، ومعلقه قشطه، ومعلقه من السمنه البلدي، واقلبهم كده كلهم مع بعض واركنها بقى على جنب، واروح اعمل الكريمه بتاعتي. الكريمه بتاعتي عباره عن كوبايه من اللبن، معاهم معلقتين من النشا، وابتدي اقلبهم كويس جدا لحد القوام بتاعهم ما يتقل. نسيت اقول لكم ان احنا بنحط باكت فانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا السايله على البطاطا. اقلبهم كويس وادهن القالب بتاعي دهنه كده من الزبده، وانزل بطبقه من البطاطا، وبعد كده طبقه كريمه، وبعد كده طبقه بطاطا تاني. حابه تحطي مكسرات في النص مع الكريمه حاجه ترجعلك، بس انا بصراحه ما حطيتش، لاني انا حاطه اوريدي مع البطاطا وقلبتها مع البطاطا بحيث ان البطاطا كلها تبقى فيها مكسرات. حطيت طبقة الكريمة وبعد كده حطيت طبقة البطاطا التانية. ابتدي ادهن بقى ايه وش البطاطا عندي بالقشطة. طبعا بقى في الحالة ديت القشطة عندك قشطة مثلا اللي هي وش اللبن، عندك قشطة اللي هي معلبة اللي هي البوك، مفيش اي مشكلة خالص، المتوفر عندك استخدميه. وعلى درجة حرارة 180 هتقعد حوالي 10 دقايق، وبعد كده بشغل الشواية تاخد لون وتطلع بالطعم الجميل اللي انتوا شايفينه ده. والف هنا.